باقي شهر ونص على الامتحانات طلاب ثالثه ثانوي. اخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير واحنا معاك، وزي ما قلت لك معاك في ظهرك لحد اخر. شد حيلك يا بطل، الدنيا سهله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي طلاب ثانويه عامه، ايه الاخبار؟ وحشنا، عاملين ايه؟ طبعا الناس خلصت الجزء الاول في المراجعه واحنا كمان خلصناه، وان شاء الله هيبقى النص الثاني في المراجعه امتحانات شامله وفيها افكار حلوه جدا. وزي ما قلت لكم استنونا مع مراجعه اخر السنه وقبل الامتحان اللي مش طالع منها الامتحان خالص ان شاء الله باذن الله. هتبقى صوره طبق الاصل من ورقه الامتحان اخر السنه، فانا معاكم لحد اخر يوم في الامتحانات ان شاء الله. هنبدا النهارده نحل شامل الهيدروكربونات من كتاب افوكادرو، اللي هو يعتبر برضو جميع ما ورد في امتحانات الثانويه العامه خاصه بالهيدروكربونات، فده جزء مهم جدا عشان ده اللي بيقيس مستواك بالنسبه لمستوى امتحان اخر السنه. تمام؟ فبرضو حاول تحلي معايا كده اول باول. اوكي؟ نبدا على بركه الله. اول سؤال بيقول ايه؟ يمكن تحضير المونيمر اللازم الحصول على البوليمر المستخدم في صناعات عوازل الارضيات. طب عوازل الارضيات دي منين؟ عباره عن PVC، يعني بولي كلوريد الفاينايل. طب ده البوليمر، انا مش عاوز البوليمر، انا عاوز المونيمر. المونيمر بتاعه اسمه كلوريد الفاينايل، ده المونيمر بتاعه. طب ده بيجي منين؟ بجيب الايثاين واحط له HCl، اقوم شايل دي خالص، احط هنا اتش وهنا سيل، يطلع ده. يبقى اجابتي ايثاين مع HCl، ايثاين مع HCl، ادي الايثاين مع HCl. ايه اللي بعدها؟ هبتان C7H16، يعني الكان. اشكال محفزه كده بقى طولوين، مركب اروماتي. عملت له هدرجه اشيل دي اللي جوه، هيبقى ميثايل سايكلو اكسان. حلو قوي. ايه بقى اللي صحيح بالنسبه لاكس وواي؟ اكس ده هيدروكربون اروماتي يتفاعل اضافه واستبدال، خد بالك. اما ده هيدروكربون اليفاتي يبقى استبدال بس، يبقى واي استبدال بس، اما الاكس استبدال واضافه. طيب هو اللي بيقول لي الواي والاكس اثنين اضافه؟ لا. الواي والاكس استبدال؟ لا. الاكس بس اضافه، الاكس بس اضافه بس؟ لا. طب الواي يتفاعل بالاضافه بس؟ ده يتفاعل؟ استنى معلش تاني، نرجع تاني. الاكس والواي بيتفاعلوا بالاضافه، اكس وواي يتفاعلوا اضافه، دي غلط. طب اكس وواي يتفاعلوا بالاستبدال ينفع؟ دي تنفع، ماشي. طب نكمل مش بس كلمه فقط دي. طب اكس يتفاعل بالاضافه، الطرويل يتفاعل بالاضافه بس؟ لا غلط. طب الواي اللي هو مشبع يتفاعل اضافه بس؟ برضه غلط. يبقى الاجابه رقم ب، الاثنين ينفع معاهم استبدال. رقم ب هي اللي صح. السؤال اللي بعده التسميه الصحيحه. خد اطول سلسله، لو خدت دي ماشي، ناخد دي، ترقم من هنا او من هنا ما تفرقش. يبقى 1 2 3 4 5 اسمه 3 ايثايل هما 5 كربون بنتان، 3 ايثايل بنتان. اللي بعدها A و B هيدروكربونات اليفاتيه غير مشبعه على طول يبقى الكين والكاين، يعني رابطه مزدوجه ورابطه ثلاثيه لا تنتمي نفس السلسله، يعني مش زي بعضهم. حطينا ماء بروم يعني BR2 على حده. ايه اللي هيتكون؟ لو بتفهم، بس انت بتحط ماء بروم، بتحط BR2 يعني BR وBR،
يبقى لازم يخش على مركب 2 بي ار، يبقى كل مركب يكون فيه 2 بي ار، ده محتاج بي ار 2 واحده، بي ار وبي ار، ده محتاج 4 بي ار، المهم ايا كان. هنا بي ار واحده وهنا بي ار 2 ما ينفعش. بي ار واحده بي ار واحده ما ينفعش. بي ار 2 وبي ار واحده ما ينفعش، اما هنا في بي ار 2 وهنا بي ار 2 ينفع طبعا، ما انت ضفت. اللي بعدها عاوز كحول من ايثاين، عاوز كحول ايثيلي اهو من الاسيتيلين او الايثاين. اعمل ده هيدره حفزيه يتحول لاسيتالدهايد، ثم اعمل اختزال. اختزال يبقى كحول، يبقى هيدره حفزيه ثم اختزال، هيدره حفزيه ثم اختزال رقم ثالث. السؤال اللي بعده تفاعل الايثين سين اهو مع برمنجانات البوتاسيوم وسط قلوي، تفاعل باير لونها بنفسجي. لما افعلها هنا بكسر باي ويتكون ايثيلين جلايكول عديم اللون. اذا هو تفاعل اكسده واختزال، اكسده وايه؟ واختزال. بالمناسبه مفيش تفاعل اكسده بس ولا اختزال بس، اكسده واختزال وكشف عن الرابطه المزدوجه. يبقى اكسده واختزال ويعتبر التفاعل كشف عن الرابطه المزدوجه. طب لو نفس السؤال ده جالك في الامتحان بس بدل البرمنجانات ده اهي قال لك H2O2، اختار ايه؟ اختار اكسده واختزال بس ما يكشفش. ليه؟ عشان عديم اللون، عديم اللون. عاوز تجيب انت من مركب، حصول على مركب اليفاتي مبيد حشري من كربيد كالسيوم. انت مغمض، هو قصده على مين؟ قصده على الجامكسان. جامكسان، فانت محتاج تجيب بنزين الاول. كربيد كالسيوم CaC2، احط له ميه يبقى اسيتيلين، اعمل له بلمره ثلاثيه يبقى بنزين عطري، افعله بقى مع 3Cl2. بس هنا السؤال اضافه ولا استبدال؟ طبعا اضافه، يبقى احط ميه ثم بلمره ثم اعمل هلجنه بالاضافه، هلجنه بالاضافه، هلجنه بالاضافه، الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده كل ما يلي صحيح بالنسبه للهكسان الحلقي، بيقول لك ما عدا ادي هكسان حلقي اللي هو C6H12 ما عدا مركب حلقي مشبع. مشبع اقدر احصل عليه من اروماتي، ممكن من بنزين اعمل له هدرجه. هو الكام مستقر؟ ما هي الزاويه 120 درجه مستقر. الجزيء منه 12 ذره، دول 12 لا دول 18. اختار رقم د. اللي بعدها حصول على سداسي كلورو ايثان من الايثاين يلزم اجراء ما يلي. دلوقتي انت عاوز تدخل تبقى سداسي كلورو ايثان من الايثاين. طب ادي ايثاين، انت عاوز تشيل باي كلها، 2 باي دول وال2 اتش دول وتحط كلور مكانهم، تشيل 2 باي و2 اتش وتحط كلور مكانهم. يا ترى اضيف كلور ثم انزع هيدروجين؟ لا، انزع هيدروجين. طيب غلط. طب اضيف هيدروجين ثم اضيف كلور؟ ما هو انت لو ضفت هيدروجين يعني شبعته كده، ابقى اجي بقى اتفاعل مع الكلور. هي دي اضافه ولا استبدال؟ استبدال، يبقى غلط. اذا مش نافعه دي، دي مش نافعه، دي مش نافعه يا معلم. طيب اضيف كلور ثم استبدل الهيدروجين، شوف كده مع بعض. ايثاين اهو افعله مع 2Cl2 اضيف يعني، تبقى عامل كده HCl ثم استبدل التشين دول بتفاعله مع 2Cl2. شيل دي يخش Cl وشيل دي يخش هنا Cl، يبقى سداسي كلورو. يبقى اضيف كلور ثم استبدل الهيدروجين. ج. السؤال اللي بعده عدد مولات الهيدروجين اللي بتضيفها الى 1 مول من ثنائي فاينايل. فاينايل انت زي الناس استرين، فاينايل مش فينايل، فاينايل عشان يتشبع.
طب ادي كلمه اسيتيلين. ثنائي الفينايل يعني سي رابطه مزدوجه سي، هنا اتشين وهنا اتش واحده، وهنا برضو سي رابطه مزدوجه سي، هنا اتشين واتش واحده. ثنائي فينايل اسيتيلين، 2 فينايل ماسكين في اسيتيلين. عاوزين كام باي؟ ادي باي و2 باي، واحده باي، يبقى 4 باي. 4 باي دول عاوزين كام؟ عاوزين 4 اتش 2. 4 اتش 2، 4 مول من الهيدروجين، اختار 4. لو قالك في الامتحان طب كم مول من ذرات الهيدروجين؟ كنت خدت 8. لو ذرات اخد 8، لو ما قالش ذرات اخد 4. خد بالك كلمه فاينايل دي فاينايل مش فينايل. لو فينايل تبقى كده، دي كده فينايل، انا عاوز فاينايل. ماركينيكوف بيتطبق على مين؟ خدها قاعده احفظها. ماركينيكوف يتطبق على الالكين الغير متماثل او اي الكاين. اي الكاين طبعا في الخطوه الثانيه، في الخطوه الثانيه. طيب انا قلت الكين غير متماثل او الكاين. طيب هنا ده الكين متماثل؟ لا. طب ده كده عامل ازاي؟ CH2 وبعدين CH او CH2 رابطه مزدوجه CH وبعدين CH2 CH3. هو الكين اهو وغير متماثل، هيتطبق عليه ماركينيكوف. طب ده CH3 سي رابطه ثلاثيه سي CH3. هتقول لي هو متماثل اهو يا مستر، اقول لك بس في الخطوه الثانيه لما اكسر دي خش مثلا يعني خش هنا اتش وهنا CL بقى غير متماثل فبيتطبق عليه. اذا هختار رقم ب لاخر مره، ماركينيكوف تتطبق على الالكين الغير متماثل، اوكي؟ او اي الكاين او اي الكاين او اي الكاين. اللي بعدها C2H2 ده الكاين يعني غير مشبع. C4H8 ده ايثايل بنزين يعني اروماتي. طبعا ده البنزين نفسه، دي 8 10 قصدي، دي 3 8 بقى ده بروبان عادي خالص، الكان عادي خالص. ده الكان. شوف كده مع بعض. المركب ايه اللي هو ده غير مشبع؟ غلط. المركب ايه اللي هو البروبان اليفاتي مشبع، والمركب دي اليفاتي غير مشبع. خلصت. اللي بعدها سمي حسب الايوباك اطول سلسله اهي. طب هنا فينايل وهنا ميثايل. الفينايل BH، الميثايل M. ابدا من عند الفينايل ولا من عند الميثايل؟ لا من عند الميثايل، صح. يبقى 1 2 3 4. يبقى اسمه الصحيح 2 ميثايل 3 فينايل ثم 2 بيوتين. 2 بيوتين، 2 ميثايل 3 فينايل 2 بيوتين. 2 فينايل 3 ميثايل 2 بيوتين، رقم ألف. السؤال ده بقى اللي حصل عليه لغط كتير السنة قبل اللي فاتت أو قبلها. أوليفين عدد الذرات الكلية له 18، يعني الكين ب 18 يبقى هو C6H12. عاوز عدد ايزومراته الغير متفرعه. الغير متفرعه. ايزومراته غير ايه؟ متفرعه. طيب يعني ممكن تبقى 1 هكسين وممكن تبقى 2 هكسين وممكن تبقى 3 هكسين. 3 هكسين 1 2 3 يبقى كده كام؟ 3. هتقول لي لا يا مستر ما في كده، ما في اجسام حلقي. هقول لك لا، مفيش حاجه اسمها التفرع ده بيخص السلاسل، بيخص السلاسل، لكن دي حلقه. يعني مثلا لو حلقه كده اسمها حلقه متفرعه؟ مش اسمها حلقه متفرعه اصلا، مش اسمها حلقه متفرعه. فهو طبعا الاجابه 3 مش 4،
وده عمل ضغط كتير في ساعه الامتحان ساعتها، الاجابه 3 مش 4. لان ممكن يبقى 1 اكسين او 2 اكسين او 3 اكسين، ما تقوليش بقى اكسار حلقي، دي اصلا ما هي سلسله عشان تتفرع. ناتج الهدره حفزيه للبروبين، وانا مغمض هو يطلع طبعا اسيتون، بس نعملها مع بعض. ادي البروبين، بروبين هيدره حفزيه، اشيل باي واحط اتش وهنا واتش، بقى كحول غير ثابت، يعدل وضعه، تقوم الباي ده اهي تيجي هنا والاتش تنزل تحت فيتحول الى اسيتون، يبقى CH3CO CH3 رقم ب. اللي بعدها التقطير الجاف لبنتانوات، بنتانوات بتطلع C4H10، يبقى يطلع بيوتان، بيوتان رقم د. التسمية الصحيحة لمركب 2 برومو 5 ايثايل 4 اكسين حسب الايوباك، نعملها. ادي اكسين 6 سي، 4 اكسين 1 2 3 4، حط الربطة. 5 ايثايل يعني 5 خارج منها 2 سي، و2 برومو الثانية خارج منها بروم. سمي انت بقى اطول سلسلة فين؟ اطول سلسلة اهي، بقت دي فروع، والترقيم هيكون من الطرف الأقرب للرابطة، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى الجواب 6 برومو 3 ميثايل 3 هيبتين، 6 برومو 3 ميثايل 3 هيبتين، 6 برومو 3 ميثايل 3 هيبتين رقم ألف. اللي بعدها السؤال ده مش مظبوط مع انه جاي في امتحان، بس مش مظبوط برضه صيغته، بس ماشي. بيقول لك صيغته الجزيئيه لها 3 ايزومرات. احنا قلنا مس ملهاش، واس ملهاش، وبروب ملهاش، وبيوت لها ايزومرين، لكن بنت لها 5 ايزومرات. 5 ايزومرات لان ممكن تبقى 5 سي ورا بعض بنتان، وممكن تبقى 4 سي خارج منها واحده 2 ميثايل بيوتان، وممكن تبقى بالمنظر ده، يبقوا 3 ايزومرات. طبعا مش مظبوطه، المفروض ما يقولش بنتان بقى، ما يقولش اسم منهم، بس هي الاجابه بنت. اللي بعدها C3H8 كده الكان، 7 8 طولوين، الحاجات دي لازم تبقى عارفها، تخش في الامتحان تحسبها. 7 8 طولوين على طول. 3 6 يمشي الكان حلقي، بروبان حلقي يعني، ويمشي بروبين يعني الكين، هو حسب السؤال. طيب نشوف بقى. اكس يمشي الكان حلقي، والزد يمشي الكان عادي، وواي اروماتي. والله يلا خلصت. اللي بعدها بص هنا 5 وهنا 10، ده ضعف ده، يبقى ده الكان حلقي او الكين، الله اعلم معرفش لسه، او الكين. هنا دول 2 و2 4 ودي واحده، يبقى ده مشتق الكان، ماشي. CF4 مش، لا استنى، ده سي بي ار 2 سي ال 2 مشتق الكان. طب C4 برضه مشتق الكان. طب هنا 2 وادي واحده وواحده 2، وبعدين CL 3 وF 3 6، يعني كانها تبقى كده مشتق و2 و6 مشتق برضه الكان. يبقى الباشا ده يا الكين يا الكان حلقي، وده اهو مشتق الكان، وده مشتق الكان، وده الاخر 1 2 3 و3 6 مشتق الكان. طيب دي مركب حلقي، دي حلقي، ممكن يبقى الكان حلقي، مشبع ممكن،
والاي مشتق الكان طب نكمل السؤال دي صح. البي مشتق الكين غلط. السي مشتق الكين غلط. الاي مشتق الكان والبي مشتق الكين غلط. يبقى دي غلط غلط غلط. اللي بعدها بيقول لك قاعد كانت الصيغه دي من غير ما تغير الصيغه الجزئيه. طيب ناقص حاجه ان هنا في باي زياده وهنا في باي زياده، ربط زياده يعني. خلي دي كده وخلي دي كده. شكرا كده اتظبط المركب. طب كده بقى اصبح ايه؟ اصبح الكان. اذا مركب الفاتي مفتوح السلسله ولا حلقي؟ مفتوح السلسله، يبقى الفاتي مفتوح السلسله. ما هو مش الكين. وغير مشبع؟ لا. وهو الكين متفرع؟ برضه لا. اختار دي يا عم الحاج. اللي بعدها مركب هيدروكربون يتفاعل نص مول منه مع 1 مول ماء بروم. في الامتحان تعمل ايه؟ النص مول بيتفاعل مع 1 مول، يبقى ال1 مول من المركب بيتفاعل مع اكس، يبقى اكس بتساوي 2 مول ماء بروم. معنى ان بيتفاعل مع 2 بي ار 2 يبقى هو كان فيه 2 باي، 2 ايه؟ باي، ودخل له 4 بي ار، 4 بي ار. اذا هو كان الكاين وتفاعل مع 4 بي ار. الالكاين سي ان اتش 2 ان ناقص 2 وهتضيف عليها 4 بي ار يبقى بي ار 4. اختياري سي ان اتش 2 ان ناقص 2 بي ار 4. سي ان اتش 2 ان ناقص 2 بي ار 4 الف طبعا. لان هتفاعل هيخش 4 بي ار. انت عاوز الكان حلقي من كربيد كالسيوم، يعني قصده على مين؟ على هكسان حلقي. حلقي عندنا غيره اصلا. من كربيد كالسيوم، اول حاجه تحط ميه. كربيد كالسيوم تحط له ايه؟ ميه، يبقى بنزين عطري. ثم تعمل له يبقى تحط له ميه يبقى اسيتيلين، اسف. كربيد كالسيوم تحط له ميه يبقى اسيتيلين. ضفت الميه اسيتيلين. بلبره حلقيه او ثلاثيه يبقى بنزين عطري ثم هدرجه. يبقى ضفت الميه ثم بلمره ثم هدرجه. ضفت الميه ثم بلمره ثم هدرجه، رقم الف. اللي بعدها نيترة المركب الناتج من اعادة تشكيل محفزه للهبتان العادي. طيب هبتان العادي 7-16 بلاتين وحراره، عمل تشكيل محفزه بيطلع طولوين. هعمل له نيتره هيطلع تي ان تي سي اتش 3 وهنا نيترو ونيترو ونيترو. اذا هيطلع ماده متفجره. طب الصيغه الجزئيه السيهات سي 7 الاتشات 1 2 و3 5 اتش 5 ان 3 و6. الاختيار ده بقى د. يبقى عملنا جبنا طولوين ثم نيترة تطلع تي ان تي. عد انت بقى كم كربون كم اتش وكم ان. السؤال اللي بعده هيدروكربون مشبع ما فيهوش ميثايل. مشبع 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 يعني الكان او الكان حلقي بس ما فيهوش ايه؟ ميثايل. طيب ده اروماتي مشتبع، انا عاوز مشبع. 7-12 ده الكاين برضه مشبع غير مشبع، يبقى اجابه يا الف يا ب. طب لو كان ده خدت ده قلت عليه مشبع يبقى اكسان حلقي. اكسان حلقي. اكسان حلقي في ميثايل؟ مش ميثايل. لكن ده بنتان عادي يعني 5 سي ورا بعض كده، لا هتلاقي في النص فيه ميثايل. فاختار هو عاوز هيدروكربون مشبع. هيدروكربون مشبع ما فيهوش مجموعه ميثايل تبقى 6 اتش كام؟ 12. هيدروكربون مشبع. ماشي؟ يمكن ان ينتج منها بروبان. هو البروبان ده بيجي منين؟ البروبان ده الكان. هيجي من التقطير الجاف لبيوتانوات صوديوم، تقطير جاف لبيوتانوات صوديوم، او ان انا اكسر تكسير حفزي لالكان طويل وبيطلع الكان والكين. الكان وايه؟ والكين.
يبقى تقطير جاف تمشي وتكسير حراري حفزي تمشي. يبقى تقطير جاف وتكسير حراري حفزي. السؤال اللي بعده، ده مركب C4H6، طبعا ده القاين. ممكن يبقى 1 بيوتاين 2 بيوتاين، المهم ان هو اين مثلا كده، هنفترض ان هو كده. اما ده C2H2Br2 يعني كده، C2H2Br2 يعني مشتق الكين. ده في 2 باي، ده في باي واحده. اوكي، انت بقى لو ضفت هنا Br2 واحده ماء بروم، مول واحد ماء بروم، هنا هيتفاعل مش هيتفاعل؟ هيتفاعل كله وهيختفي لونه. طب هنا هيتفاعل مش هيتفاعل؟ هيتفاعل كله وهيختفي لونه، مش هيبقى بروم. واحنا امتى ماء البروم ما يختفيش؟ لو انت حاطه اكتر من باي، تحطه هنا اقل من باي وهنا بيساوي باي، فهنا هيختفي، هنا اللون هيختفي، يختفي في الحالتين. يبقى يزول لون ماء البروم مع الاثنين، هيزول لون ماء البروم لان انت حاطط مول واحد بس. اللي بعدها بيوتان حلقي. ماشي، ماله يا عم؟ اقل نشاط من بنتان حلقي، هنا الزاويه 90، هنا الزاويه حوالي 108، ده اقل من ده نشاط؟ لا. اكثر استقرار من العادي، ده اكثر استقرار من ده؟ لا. بيتحرق اسرع من بنتان حلقي، ده بيتحرق اسرع من ده، انشط يعني. استنى شويه. طب ابطا في الاحتراق من بنتان عادي؟ لا. الاجابه طبعا رقم ج، ده عشان ده انشط من ده هو يتحرق اسرع من ده. عدد مجموعات الميثيلين في مركب 2 ثنائي ميثايل بيوتان. 2 ثنائي ميثايل بيوتان، ادي 2 ثنائي ميثايل، دي CH3 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 CH2، مجموعة ميثيلين واحدة تساوي عدد مجموعات الميثايل في مين بقى؟ يبقى انت عاوز مجموعة ميثايل واحدة. البروبان ما ينفعش، البروبان فيه 2 ميثايل، واحدة هنا واحدة هنا، ما ينفعش بروبان، الإيثايل كده ما فيهوش أصلا. والبنتان هتلاقي برضو في الطرفين، واحدة في الأول واحدة في الآخر، فمش هينفع. لكن البروبين بقى أهو، بص البروبين أهو، بروبين CH3 CH مزدوجة CH2، واحدة بس ميثايل، بختار بروبين في ميثايل واحدة بس. المركبات التي تكون متشابهة في الحالة الفيزيائية والخواص الكيميائية. معنى الخواص الكيميائية يعني الاثنين يا إما الكانات، الاثنين الكينات، الاثنين القينات، الاثنين كحولات، الاثنين أحماض، الاثنين استرات، يعني نفس السلسلة، نفس الصيغة العامة يعني. ونفس الحالة الفيزيائية يعني إيه؟ الاثنين صلب، الاثنين سائل، الاثنين غاز، نشوف كده مع بعض. 18 ده الكان، 18 38 الكان، ماشي، كيميائيا زي بعض، لكن فيزيائيا ده سائل لكن ده صلب، سائل صلب ما تنفعش. نيجي هنا 20 42 ده الكان، 18 38 برضه الكان، اذا كيميائيا زي بعض. طب ده 18 يعني في حاله صلبه، 20 في حاله صلبه، يبقى خواص فيزيائيه زي بعض، فاختار رقم ب. السؤال اللي بعده، مركبين عضويين A و B نفس السلسله، يعني ذات سلسله مفتوحه، اسف، يعني اثنين مفتوح السلسله، الكان الكين القاين. الاي كم كربون؟ 3، ماشي، والبي 6 كربون، وقال ان البي انشط من الاي، انشط من الايه؟ الاي. طيب 3 كربون ممكن يبقى مثلا الكان، والتاني هيبقى الكين عشان انشط دي. طيب الايه الكان غازي تمشي، ما البروبان الكان غازي، والبي الكين سائل شغال. خلصت. طب كمل كده،
الايه سائل كم كربون؟ 3 كربون يطلع سائل، اصلا مفيش سائل. طب الايه غازي والبي الكين غازي، وفي غازي 6 كربون؟ لا ما يمشيش عمرها. طب الايه غازي والبي الكان سائل، الكان سائل واصلا غير مشبع، يبقى لا. الاجابه الف. اللي بعدها اتفاعل مول ايثين، هذا الايثين مع وفره من الكلور. كم مول كلور يطلع لي مركب هالوجيني ما فيهوش هيدروجين، يعني احنا شلنا كل الاتشات. طب شلنا كل الاتشات وكمان شلنا كل باي، احنا بنعمل اضافه الاول ثم استبدال. خد بالك دايما تفاعل الاضافه يسبق الاستبدال، اضيف ثم استبدل. طيب عشان اشيل دول هفعله مع 4 Cl2، ده الاستبدال خد بالك. بس الاول اشيل باي دي، فانا محتاج كمان Cl2 عشان اشيل باي دي، يبقى الاضافه عاوزه Cl2 واحده، عاوزه مول، والاستبدال عاوزين 4، يبقى واحده اضافه و4 استبدال، في التوتال يبقوا 5 مول. اللي بعدها دي علاقه بين الكربون، ده الكربون وده الهيدروجين. ماشي، بيقول لك الحصول على دي من ايه؟ هو اصلا مين دي ومين ايه ده؟ الدي الكربون كام؟ الكربون 7، يبقى سي 7، والاتشات 8، اتش 8 يعني تولوين، عاوز تولوين. طب الايه الكربون 1 والهيدروجين 4 يعني ميثان، عاوز احول الميثان الى تولوين. شوف كده مع بعض. تسخين مع تبريد هيطلع اسيتيلين. اعمل له الكله، اعمل الكله استرين، طبعا غلط. طيب اللي بعدها تسخين مع تبريد يطلع اسيتيلين. اعمل له بلمره يطلع بنزين. اعمل له الكله يطلع تولوين. وانا اصلا لو بفهم اخر تفاعل لازم يكون الكله على طول. الاجابه تبقى رقم ب. طيب انت حطيت برمنجانات بوتاسيوم وسط قلوي تفاعل باير على ايه وبي على حده، لوحظ زوال اللون مع ايه، يبقى ايه ده الكين، ولم يزول مع بي، يعني ده كده الكان. البي الكان يعني ما تفعلش اصلا، البي الكان يبقى دي مستبعده ودي مستبعده. الايه بقى الكين. طيب 2 ميثايل 2 بنتين، ادي 2 ميثايل 2 بنتين. خلاص حطيت له انت برمجان بوتاسيوم، هتكسر هنا وتدخل هنا OH OH، يبقى ضفت على رقم 2 ورقم 3. 2 وكام؟ و3. يبقى هل المركب 2 ميثايل 2 بنتين وضفت على 1 و2؟ لا، ضفت على 2 و3 قصدي، 2 و3 دي صح. طب هو 2 ميثايل 2 بنتين وضفت على 1 و2، انا ضفت على 2 و3، على 2 و3 الرابطه المزدوجه 2 و3. حصول على ابسط مركب اروماتي، ابسط اروماتي بنزين عطري يعني. من اروماتي صيغته ده تولوين. انا اشوف التولوين في الامتحان اعمل له اكسده. هتاكسد حمض التولوين هيطلع حمض البنزويك، حمض البنزويك. اعمل له تعادل يبقى ذوات صوديوم، تقطير جاف يطلع بنزين. يبقى الاول اكسده ثم تعادل ثم تقطير جاف، اكسده تعادل تقطير جاف، اكسده تعادل تقطير جاف، رقم د. اللي بعدها عند حرق مول الكان اكس والكين واي احتراق تام، فان عدد مولات بخار الماء الناتجه تبقى كام؟ هو قانون معروف، خد بالكم. هو لو الكان الميه بتطلع ان زائد 1 ميه، لو الكين ان ميه، لو القاين
ان ناقص 1 ميه. بس خد بالك احتراق تام. فبيقول لك الكان وايه؟ والكين، يبقى ان زائد 1 وان، ان زائد 1 وايه؟ وان، فاختار رقم الف. A و B، او A مركب عضوي، ماشي، A عضوي والبي غير عضوي، وعند اضافه المركب C الى A ادانا بنفسجي. هو ايه اللي بنضيفه يدي بنفسجي؟ اضافه FeCl3 الى الفينول. اذا اكيد الايه ده فينول، تمام؟ السي هو FeCl3. حلو. وعند اضافه مركب سي اللي هو FeCl3 الى بي ادانا راسب بني محمر. اللي خدناه في المنهج FeCl3 يدي بني محمر، اما تفاعله مع قلوي مع NaOH او NH4OH يدي بني محمر. ماشي؟ طيب معنى كده ان المركب بي ده اهو قلوي، بي قلوي، يبقى بي قلوي صح، بي قلوي، بي قلوي، بي قلوي، تمام. طب وايه حمضي؟ فينول حمضي، حمض الكربونيك، صح. اللي بعدها 10 22 الكان، 4 8 الكين او الكان حقلق، يعني لسه ما اعرفش. 10 8 سي 10 اتش 8 ده النفسلين اروماتي. 3 4 ده بروباين الكاين، الكاين بروباين اين. ماشي. الاي اروماتي غلط، الاي الكاين والبي اروماتي والسي الكان والدي الكين. السي الكان لا. طب الاي الكاين والبي اروماتي والسي الكين والدي الكان طبعا رقم ج. اللي بعدها انت عطيت 2 مول ماء بروم على 1 مول من دول. ركز معايا. بيوتاين فيه 2 باي، البنتان كله سيجما، الاكسين في رابطه باي واحده، باي واحده، دي رابطه مزدوجه. طيب 2 مول هتحطوا هنا هيتفاعلوا كلهم فاللون يختفي، يبقى يختفي في البيوتاين. 2 مول مع البنتان اصلا ما يتفاعلش يبقى اللون زي ما هو. طب 2 مول مع الاكسين، واحد هيتفاعل وهيبقى مول ما يتفاعلش، اذا اللون مش هيختفي. يعني هنا ال2 مول هيتفاعلوا كلهم مش هيبقى حاجه، يختفي. اذا يختفي مع 2 بيوتاين. وفي الالكان اللي هو البنتان مش هيختفي اصلا زي ما هو. وفي الالكين هيبقى منه مول ما اتفاعلش فمش هيختفي اللون برضه. اذا يختفي في البيوتاين دي صح، يظل كما هو في البنتان دي صح. طب في الاكسين يظل كما هو ولا يختفي؟ يظل كما هو. يبقى اختار رقم ب. الترتيب الصحيح لخطوات الحصول على الكان من الكاين، اكيد قصده على الاسيتيلين. اسيتيلين. طيب استرين، لو عملت له هيدرة حفزية يطلع اسيتال دهايد. لو عملت له اكسده يطلع حمض الاسيتيك. تعادل هيطلع اسيتات صوديوم. تقطير جاف يدينا ميثان. يبقى انا حولت الكاين الى الكان، الكاين الى الكان. تاني كده بقى، هيدرة حفزيه، اكسده، تعادل، تقطير جاف. هيدرة حفزيه، اكسده، تعادل، تقطير جاف، رقم د، وماشي الحال. هو اصلا لما تفهم برضه لازم انهي يبقى تقطير ايه؟ جاف عشان احضر الكان. لكن طبعا اكسده لا، اكسده لا، هيدرة طبعا لا. انا مش عاوز افني يعني من غير ما ادور اصلا. هي النهايه تقطير جاف. 2 2 ثنائي ميثايل بروبان. ادي 2 2 ثنائي ميثايل بروبان. مين المركب اللي يكونه؟
لو بتفهم مش ده كان ما كان اصله ملح حمض، يعني كان في هنا الاول سي او او ان اي وعملنا تكتير جاف فشلنا دي، شلناها. طب ده اسمه ايه بقى؟ بص كده معايا 1 2 3 4 اسمه ايه يا باشا؟ 3 بيوتانوات صوديوم. تاني 3 بيوتانوات صوديوم. 3 ثنائي ميثايل بيوتانوات صوديوم. 3 ثنائي ميثايل بيوتانوات صوديوم. اللي بعدها حاجه كسرتها يبقى ده الكان. طلع 3 6 كده ده الكين، يبقى البي ده اهو الكان. طب لو بنفهم بيقول لك اذا علمت ان مركب بي ناتج من التطوير الجاف لمين؟ للسي 4 اتش 9 سي او ان اي. شيل سي او ان اي يبقى سي 4 اتش 9 اتش 10 قصدي. يعني اهو سي 4 اتش 10. طيب 2 في 3 ب 6، 6 و4 10، يبقى الباشا سي 10 اتش 22 دي كان. الواي دي كان، الواي دي كان، الواي دي كان، والبي بيوتان، والبي بيوتان. الواي دي كان والبي بيوتان. اللي بعدها حاجه ضفت لها اتش اكس ثم اتش اكس وانت مغمض، طالما ضفت 2 اتش اكس يبقى ده القاين. ده ايه؟ القاين. مثال ادي الايثاين اهو، نحط له اتش اكس هيبقى سي رابطه مزدوجه سي اتش اتش، هنا اتش وهنا اكس، ده مركب بي. كمان اتش اكس ممكن يكون يزعل منك، يزعل منك الراجل بعد ما مات، يبقى سي اتش وهنا اكسين، اكسين وتشبع يعني. ده السؤال. شوف بقى السؤال، ده الايه وده البي وده السي. الايه مشتق الكين؟ الايه مشتق الكين؟ لا طبعا. الايه القاين شغال، والبي مشتق الكين والله شغال، والسي مشتق الكان مشبع يعني والله شغال. طب نكمل. الايه القاين ماشي، والبي مشتق الكان، ده مشتق الكان هي تخزق عينيك اهي، تخزق عينيك. لا طبعا. الايه مشتق الكين طبعا غلط. ما نكملش بقى. انت عاوز تجيب حمض الاستيك من اسيتات صوديوم. طيب على طول انا مغمض، ادي اسيتات صوديوم. اعمل تقطير جاف يبقى ميثان. اسخن عند 1500 مع تبريد سريع يبقى اسيتي لين. اعمل هيدره حفزيه يبقى اسيتال دهايد. اعمل اكسده يبقى حمض الاسيتيك. يبقى تاني تقطير جاف، تسخين مع تبريد، هيدره حفزيه، اكسده. تقطير جاف، تسخين مع تبريد، هيدره حفزيه، اكسده. رقم ب. بعد كده سي 5 اتش 10 تمثل 3 مركبات الفتيه مشبعه يعني تبقى ممكن تبقى الكان حلقي او ايه؟ او مفيش يا معلم، لان هو قال سي 5 اتش 10 سي ان اتش 2 ان، وسي ان اتش 2 ان دي لها احتمالين، يا الكان حلقي يا الكين، يا الكان حلقي يا الكين، بس هو قال مشبع يبقى الكان حلقي بس، يبقى اللعب على الكان حلقي بس. قال ان الايه ما فيهوش ميثايل، ما فيهوش ميثايل، اذا بنتان حلقي اهو ما فيهوش ميثايل. البي يحتوي على مجموعه ميثيلين واحده بس، عشان يبقى ميثيلين واحده بس فانا هعملها كده مثلث وخارج منه ميثايل من هنا وكمان ميثايل من هنا فيظهر مجموعه ميثيلين واحده بس. اما سي يحتوي على مجموعه ميثايل واحده بس فانا هخليها 4 وخارج منها ميثايل واحده بس. رتب بقى حسب النشاط، حسب الايه؟ النشاط. طبعا هنا الزاويه هنا 60، هنا 90،
هنا حوالي 108. يبقى حسب النشاط الاي اقل حاجه ثم السي اعلى حاجه هيبقى البي، اي سي بي حسب النشاط. عدد الايزومرات الغير مشبعه الغير متفرعه للاي. الغير مشبعه يعني الكين بس غير متفرعه، ممكن تبقى 5 سي ورا بعض يبقى 1 بنتين، ممكن 5 سي ورا بعض واحط الرابطه هنا 2 بنتين، ممكن 4 احط الرابطه والميثايل هنا يبقى 2 ميثايل 1 بيوتين، ممكن 4 احط الرابطه هنا والفرع هنا 3 ميثايل 1 بنتين، ممكن انقل الرابطه من مكانها وخليها في الثانيه مثلا واحط هنا يبقى 2 ميثايل 2 بنتين. هل في احتمال تاني يا معلم؟ في احتمال تاني؟ مثلا نعمل 3 كده، 3 مثلا واحط الربط واحط هنا فروع وفروع. طب ما هي دي تاني كده ممكن 1 اكسين صح؟ 1 بنتين 1 بنتين اسف صح؟ 2 بنتين صح؟ نقصر شويه تبقى 2 ميثايل 1 بيوتين شغال، ممكن 3 ميثايل 1 بيوتين شغال، ممكن انقل الرابطه من مكانها واخليها في الثانيه وتبقى 2 ميثايل 2 بنتين 2 بيوتين شغال. في تاني ما اعتقدش 1 2 3 4 5. طيب ده كده حط له اتش اكس يبقى ده اكيد الكين، ما هواش الكال حلقي لان يعني فاعل بالاضافه، فده بروبين مع اتش اكس ماركينيكوف يبقى سي اتش 3 سي اتش اكس اكس في النص سي اتش 3. ده المركب ايه؟ مركب ايه ده؟ انت فعلته مع بنزين، مع ايه؟ بنزين، هيحصل الكله بس الكله من النص، تقوم الاتش تاخد مين؟ الاكس يتكون حلقه كده سلسله والحلقه تشبك في النص يعني 2 فينايل بروبان 2 فينايل بروبان. المهم اسم النظام الكل من A و B. الاي 2 هالو الكان هالو بروبان يعني هالو بروبان ده الاي. طب البي 2 فينايل بروبان. طب كم رابطه باي في ايه ولا رابطه باي؟ كم رابطه باي في بي في 3 روابط باي. كده يا معلم خلصنا الامتحان. خد بالك دي الاسئله اللي جات في العضويه في السنين اللي فاتت. اتمنى اكون فدتكم النهارده، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. زي ما قلت لكم احنا مع بعض، واستنونا في مراجعه اخر السنه، المراجعه النهائيه اللي هتكون صوره طبق الاصل ان شاء الله من الامتحان اللي هتخش اللجنه تلاقيه قدامك. ادعوا لنا ان ربنا يوفقنا ويوفقكم معانا، بالتوفيق يا رب. تحياتي لكم، سلام.